الموسيقى هي أجمل طريقة نحافظ بها على لغتنا. بالذات الأغنية دي لها ذكريات جميلة معانا. أغنية ليها حالة كده معينة. بتفكرنا بالايام الجميله. سنحول السكن الكون سنحول ينال الكون سنحول السكن الكون سنحول ينال. بتذكرني بالأيام القديمة، الموسيقى القديمة، أيام ما كنا صغيرين. بالذات الأغنية دي لها ذكريات جميلة معانا. ليا نيمة ونيمة وديري ونيمة فراشي ودوري سنتي نسي. الأغنية النوبية دائما كان بيغني لحبيبته انت آري يعني تعالى ونتكلم ونقعد ونتسامر يعني. الأغنية دي طبعا الفنان الراحل رمضان أحمد، فحد من الناس اللي هم يعني أثروا في المجتمع فعلا بأغانيه، وكان أرق مغني عندنا في النوبة عموما لحد دلوقتي. الأغنية دي اسمها نيمة. نيمة دي اللي هي نعيمة، اسم نعيمة عن واحدة كان بيحبها. الأغنية دي ما زالت يعني رغم إنها من سنين وقديمة جدا وما زالت بتتغنى لحد النهارده. يعني الأغنية بالنسبة لنا ونس بالطبيعة اللي حوالينا، بالتجانس اللي حاصل. بتفكرنا بالايام الجميله، ايام الفرحه وايام الهنا وايام ما كنا مع بعض. وكانت كانت ايام يعني مش هننساها في العمر دي. طبعا الاغنيه من ترجموها من النوبي، نعمل ترانسليت انتو ذا انجلش بالفرنسيه باي لغه يعني. اللي جاي النوبه جاي يشوف ثقافه كامله بكل محتوياتها، وطبعا اهم المحتويات الموسيقى. بيجي لنا كتير ناس بتيجي بآلات تعمل جامينج معانا بنتشارك الموسيقى. يعني هو بيدينا اللي عنده واحنا بنتعلم وهو بيتعلم. وطبعا الموسيقى هي يعني اجمل طريقه نحافظ بها على لغتنا، اللغه النوبي، من خلال الموسيقى والاغاني النوبيه. فبقاء اللغه مرتبطه بالمزيكا.